بسم الله والابن والروح القدس الله الرحمن الرحيم. طبعا بنشكر ربنا ورجيوس على الحفلة دي على شرف الشهيدة القديسة دميانة، ربنا يعوضها كل خير. وعاوز أقول الحقيقة إنه كنيستنا كنيسة فرح. في فترة 40 يوم دي أول السنة كده بنفرح بسنة جديدة، وفي 5 أعياد سيدية الفترة دي ورا بعض كده. عيد الميلاد والغطاس امبارح، وبكرة عيد عرس قمر الجليل واستشهاد القديسة عروس المسيح دميانة، وبعد كده عيد الختان فات بعد عيد الميلاد، وبعد كده جاي كمان عيد دخول المسيح الهيكل حسب الناموس. 5 أعياد سيدية إلى جانب عيد الملاك رئيس الملائكة وخليل النهارده، إلى جانب عيد الشهيدة دميانة، كلها أعياد. ودايما العيد يرتبط بالفرح. عيد يعني نفرح، وطبعا فرحنا احنا فرح روحي، فرح بالرب زي ما علمنا ربنا، معلمنا بولس الرسول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. نفرح بمخلصنا الصالح اللي أخلى ذاته وجه تجسد، تعمد، تعب، صام، صلى من أجل خلاصنا. نفرح بالخلاص الذي أعده لنا المسيح، نفرح بالمواعيد الثمينة اللي أعدها لنا المسيح، من حفظنا وصاياه وعدنا بالملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. نفرح بكنيستنا هم شهداء، نفرح بإنجيلنا دستور السماء، واحنا كرهبان نفرح برهبانتنا برضه اللي ربنا اشترانا من العالم واخرجنا منه علشان نعبده بالروح والحق. هؤلاء الذين اشتراهم من الارض واختارهم صفوة وزبد كده الشعب كله هم الرهبان عشان يعبدوه، وعلشان نجمهم يعلى في السماء. وزي ما قال قسطنطين الملك: لهم أجنحة من نار يطيروا. وقال أنا من سفر الرأي أنهم يتبعون الحمل أينما ذهب، ولهم ترنيمة جديدة لم يعرفها أحد إلا هم،
ولهم قيثارات يسبحون بها الله، لأنهم ليس فيهم غش، لأنهم بلا عيب أمام عرش الله. فيحق لنا أن نفرح بكل هذه المواعيد الغالية الثمينة العظيمة. عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى، سمي عيد الغطاس علشان المسيح اتعمد بالتغطيس، علشان يقول للعالم كله إن العالم بالتغطيس، إن المعمودية بالتغطيس وليس بالرش كما تفعل بعض الطوائف. احنا متمسكين بالإنجيل، احنا كنيسة إنجيلية بحق وحقيقة، بننفذ كل كلمة جت في الإنجيل في صلواتنا وفي طقوسنا وفي عقيدتنا. واسمه كمان عيد الثيوفانيا، الظهور الإلهي. إن الظهور الإلهي يظهر بهذا الجلاء، 3 أقانيم الإلهية، دي حاجة تفرح. ربنا يقول أنا معاكم قريب منكم. المسيح بالميلاد سمى نفسه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. الابن في الأردن بيتعمد، والآب من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والروح القدس نزل عليه مثل حمامة واستقر. نزل عليه مثل حمامة، والحمامة مشهورة بالوداعة عشان هو وديع، هو متواضع. عاوز نتعلم منه الاتباع والوداعة. تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم، يجد راحة كل من يتعامل معكم. الإنسان الوديع المتواضع ده مستريح، وكل واحد يتعامل معه يستريح. طيب وهادي، وعشان كده يبقى محبوب ومحب. وهو ده المسيح الحقيقي اللي عاوزه المسيح. والآب أعلن حبه للابن الوحيد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وزودها كمان على عيد التجلي عبارة ثانية له اسمعوا، يعني نسمع ونعمل بكل كلمة قالها المسيح في الإنجيل. له اسمعوا دي تكررت كتير، قالها الآب على قبل التجلي، وقالها المسيح إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وقالتها العذراء مريم في عرس قانا الجليل كل ما قاله لكم فافعلوه. يعني أكبر 3 قالوا لنا نفذوا وصية المسيح، لأن هي دي الباب والمؤدي إلى الملكوت. فهذا العيد عظيم جدا،
يظهر تواضع المسيح العجيب جدا. معلمنا لوقا يقول: وبعد أن اعتمد كل الشعب اعتمد يسوع. وقبل ما يعتمد جاي من الناصرة في أقصى شمال فلسطين لغاية عبر الأردن في الجنوب، يمكن بيشيلوا 300-400 كيلو عشان يجي يتعمل. تعب وجه، رغم كده وقف برضه آخر واحد في الشعب اللي جايين يتعمدوا، عشان الواحد فينا مهما أخر نفسه وقدم الآخرين يجد المسيح وراه. المسيح متواضع أكثر من أي واحد. هو اللي قال: قدموا بعضكم بعضا في الكرامة. هو قدم الناس بالخطاة والأشرار واللي جايين يعترفوا ويتعمدوا، قدمهم عنه عشان هو في الآخر يتعمد. وجاء ليوحنا عبده عشان يتعمد منه. ولما يوحنا منعه قال له: اسمح الآن، اسمح الآن. الله استسمح يوحنا عشان يعمده. تواضع، أعتقد ما فيش زي كده يعني. المسيح مشهور بالتواضع في الميلاد وفي الغطاس، وبعدين يتعمد سمح له. لما قال له: اسمح الآن، سمح له يتعمد وهو بلا خطية. معمودية يوحنا كانت لمغفرة الخطايا، والمسيح بلا خطية. لكن جاء كمعلمنا الصالح يعلمنا أن العماد مهم جدا، وهو باب السماء يعني. والروح القدس نزل عليه علشان يعلن للناس أن هذا هو الآتي، عمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وفي الإنجيل يقول: هو صعد من السماء وهو يصلي نزل عليه الروح القدس وسمع صوت الآب. يعني الصلاة شيء مهم، خلي الروح القدس يحل علينا ويباركنا ويساعدنا ويعلمنا ويقبل صلواتنا. لما نصلي نمتلئ بالروح القدس. معلمنا بولس يقول: لا تسكروا بالخمر التي الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. الصلاة هي الباب اللي يملانا بالروح القدس، ولما نديله فرصة يعمل فينا فنعيش بالروح ولا نكمل شهوات الكسل. يوحنا المعمدان شهد للمسيح لما رأى شاف قال: هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وقال: اللي ترى الروح القدس نازل عليه هو المخلص الآتي لخلاص العالم. وقال: أنا بعمدكم بالماء للتوبة، لكن يأتي بعدي من هو قبلي وهو أعظم مني، الذي
لا أستحق أن أنحني وأحل سيول حذائه. شاهد للمسيح كثيرا جدا، شهادات عظيمة جدا. والمسيح برضه شهد ليوحنا. الأول شهد له الملاك لما جاي بشر زكريا: هذا يكون عظيما من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثير من بني إسرائيل لرب إلههم. وقال عنه كلام كثير الملك. جاء بقى ربنا يسوع المسيح شهد عنه الشهادة العظمى: ليس من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا العالم. يوحنا بن عمدان يعني أعظم واحد إنسان اتولد في العالم كله هو يوحنا بن عمدان. وسبب عظمته أسباب كتير، إن شهد أو يعني تنبأ عنه أشعياء قبلها ب700 سنة: سوف تصارخ في البرية أعدوا طريق الرب واصنعوا سبله مستقيمة. ولما سألوه: من أنت؟ قال: أنا هو الصوت الصارخ. صدق على كلام أشعياء إن الناس تمشي مع ربنا. صرخ لهم أن يتوبوا، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء. هو ذا الفاس خطوة على أصل الشجر، وكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتبقى في النار. وعظيم برضه يوحنا أعظم مواليد النساء عشان كلام المسيح وشهادة المسيح عنه. وقد كان قويا وشجاعا وروحانيا في الحق، بقى يوبخ هيرودس الملك الشرير لما عاوز يتجوز أو اتجوز مرات أخوه وهو عايش. أخوه عايش وهو أخذ مراته منه واتجوزها، قالوا: لا يحل لك. عشان كده قالوا عنه: يأتي مثل بروح إيليا وقوته. ما هو إيليا زمان برضه يوبخ أخاب الملك، قال: يا مكدر إسرائيل، عشان أعماله الشريرة. فكان عظيما لأنه قوي في الحق، وعظيم لأنه رد كثيرين من بني إسرائيل إلى رب إلههم. ويوحنا يسمى يوحنا الذهبي الفم، يسمى يوحنا المعمدان زعيم الرهبان، لأنه عاش في البرية إلى يوم ظهوره لإسرائيل. وكان لباسه من عبر الإبل، حاجة خشنة كده، وطعامه جرادا وعسلا بريا، يعني أكثر من الرهبان كمان. عيشته في الجبال وفي النسك وفي العبادة. عاش غالبا مع الجماعة اللي اسمهم الأسينيين، الرهبان اليهود اللي كانوا حول البحر الميت، واللي كانوا ينسخوا الكتب، الكتاب المقدس في مغارات قمران في الأربعينات قريب، لما ابتدوا يضطهدوهم دافعوا المخطوطات اللي كانوا ناسخينها الكتاب المقدس كله في العهد القديم،
في المغارات اللي كانوا عايشين فيها وهربوا، فوجدوها قريب، كنز عظيم جدا، يعني حاجة من قبل الميلاد كده تثبت صحة الكتاب المقدس الذي بين أيدينا. يوحنا المعمدان عاش معه فترة لغاية ما الروح القدس قال له انزل العبر الأردن وابتدي نادي للناس بالخلاص وعمد اللي توب ويعترف. كانت الناس تأتي وتعتمد منهم معترفين بالخطايا، فكان عظيم. اللي يرد خاطي بيبقى نجم ساطع في السماء أوي، اللي يخلي واحد يتوب ويرث السماء مراسه هو يبقى في السماء عظيم جدا. واللي يعبد بالروح مراسه يبقى عظيم جدا. فعيد الغطاس عظيم، والمسيح اللي تعمد فيه عظيم عظيم أوي. يوحنا المعمدان عظيم أمام الله وأمام الناس، وآيات كلها فرح، والآيات ترتبط بالسعادة، إن الواحد يبقى سعيد كده حتى لو في مشاكل، برضه يلقيها على المسيح ويعيش سعيدا بالمسيح. افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. فإحنا بنهنيكم هذه الأعياد الكثيرة اللي هيأتها لنا الكنيسة عشان نعيش في فرح دائم. ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل الأيام بخير علينا كلنا، وانتم بصحة وسلام وبركة. لا إله إلا الله.